السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في قصة جديدة من قصص الأنبياء التي تحمل لنا أعظم الدروس والعبر. إنها قصة نبي كريم هو سيدنا زكريا عليه السلام. ملاحظة: الصور في الفيديو للتوضيح فقط. سيدنا زكريا عليه السلام ضرب أروع الأمثلة في الصبر والدعاء واليقين بالله عز وجل، فقد عاش حياته داعيا قومه إلى عبادة الله مخلصا في نصحه وتعليمه، وكان مع ذلك شيخا كبيرا تقيا نقيا سخر الله له شرف كفالة السيدة مريم عليها السلام كما جاء في القرآن الكريم. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. آل عمران 37. ومن هذه المعجزة العجيبة التي كان يراها بعينه ازداد يقين سيدنا زكريا عليه السلام بقدرة الله تعالى، وألهمه ذلك أن يدعوه بأن يرزقه ولدا يرث العلم والنبوة ويكون سندا له، وكانت امرأته عاقرا لا تلد. ومع ذلك دعا الله بقلب مخلص ولسان صادق، وقال كما قص الله علينا في سورة مريم: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. مريم 4-6. فما أعظم هذا الدعاء وما أصدق هذا التوجه إلى الله. فلقد كان زكريا عليه السلام يعلم أن الله على كل شيء قدير وأن خزائنه لا تنفد، فاستجاب الله له ونادته الملائكة بالبشارة وهو قائم يصلي في المحراب، كما قال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. آل عمران 39. فتعجب سيدنا زكريا عليه السلام وقال: رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ فأجابه ربه بقوله: كذلك الله يفعل ما يشاء. آل عمران 40. وكانت تلك البشارة العظيمة بداية عهد جديد في حياته، فالله الذي رزق مريم رزقا بلا حساب قادر على أن يرزق شيخا كبيرا وزوجته العاقر غلاما صالحا يكون نبيا كريما. فطلب زكريا آية من ربه فقال: رب اجعل لي آية. فأجابه الله بقوله: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. مريم 10. وفي آية أخرى: 3 أيام إلا رمزا. آل عمران 41. أي لا يقدر على الكلام إلا بالإشارة فقط. فخرج على قومه من المحراب وأوحى إليهم أن سبحوا الله بكرة وعشيا. وهكذا ظهرت آية أخرى على صدق وعد الله لعبده النبي الكريم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مكانة سيدنا زكريا ويحيى عليهما السلام في الحديث الشريف، حيث قال: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم، وأمه. رواه البخاري ومسلم. فكان ذلك تكريما لآل عمران وزكريا عليه السلام أن جعل الله ابنه يحيى نبيا مطهرا لم يعص الله ولم يفتن بالدنيا، وكان عفيفا لا يميل إلى الشهوات الدنيوية. إن قصة سيدنا زكريا عليه السلام تعلمنا أن الدعاء لا يضيع، وأن الله قريب مجيب يسمع من يناديه في ظلمات الليل وفي أوقات الضعف والانكسار، وأنه سبحانه قادر على أن يغير المستحيل إلى واقع،
وأن يبدل الحزن إلى فرح واليأس إلى رجاء. لقد كان زكريا عليه السلام شيخا كبيرا لا يأمل في الولد بعرف الناس، ولكنه أيقن أن قدرة الله فوق كل سبب، فاستجاب الله له وأكرمه بيحيى نبيا صالحا مباركا. وختاما أيها الأحبة، فإن هذه القصة العظيمة تربي فينا الثقة بالله وحسن التوكل عليه، وتدعونا إلى الإلحاح في الدعاء بلا يأس ولا فتور. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الأنبياء 90. نسأل الله أن يرزقنا قلوبا مؤمنة وألسنة ذاكرة ويقينا صادقا وصبرا جميلا. إذا أعجبتكم القصة لا تنسوا دعمنا بالاشتراك والإعجاب والصلاة على النبي في التعليقات ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. دمتم سالمين أعزائي المتابعين.